صباح الخير او مساء الخير على حسب ما هتشوفوني. اهلا بيكم في قناة يوميات عقلية. ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال، وتكونوا كده ايه مصحصحين، مش مكسلين. رمضان مش عايز الكسل خالص. ابتدينا بقى يومنا من اول السحور. كان عندي حتة جبنة عملتها زي ما انتم شايفين كده، وسحرنا وقلنا ايه اما نطلع بقى ايه ننام من السحرة، يعني حوالي الساعة 2:30 3 كده. لو صحينا متأخر ساعات بنفضل لحد ما الفجر يدن يعني، وبنصلي وارجع انام لي يعني ساعة كده ولا حاجة، وارجع بقى ايه اقوم عشان اروح الغيط للأسف يعني. انتوا عارفين بقى يوم الفلاحين غير بقى لما تبقى اللي موراش حاجة بتفضل نايمة ومأنتخة براحتها، ممكن تقوم اصلا على صلاة الظهر يعني. بس حياة الفلاحين يا ولاد، وما أدراكم ما حياة الفلاحين. الحمد لله الحمد لله، ربنا يديمها نعمة بس علينا، الحمد لله. زي ما انتم شايفين يا ولاد، لازم اعصر الجبنه حلوه قوي كده عشان الميه بتاعتها ايه تنزل. بحط جبن، بحط ملح بس مش كتير، عشان طبعا الناس اللي بتاخدها يعني، في ناس مثلا ما يحبوهاش مالحه، إيه، وعلى حسب بقى الطريقه اللي هم بياكلوها يعني. بس بحطها على المطبقيه كده، وبعدين ايه بتفضل بقى تسقط ميه براحتها. فاليوم اللي انا ببقى عامله فيه جبنه ما بعرفش استخدم الحوض خالص. إيه، حتى انسابلكوا الدنيا زي ما هي، يعني عملتش اي حاجه في اي حاجه. وهوريكم النهارده اليوم بتاعي من اوله، من اول السحور، من اول الفجر اهو لحد الفطار. رحنا بقى الغيط زي ما انتوا عارفين. إيه، يعني بجيب لكم كل حاجه من الاول هو طبعا. اعزكم الله يعني حلبت وخلصت وبعد كده يعني لما اقصى نطلع المواشي اهوت بنشربهم بقى ونطلعهم ونروق تحتيهم ونظبط كده وندخل برسيم زي ما انتم شايفين كده عشان المواشي الصغيرة يعني وكده. شايفين حلوة ازاي؟ خلصنا ومروحين، شايفين الجو يا ولاد في الغيط عامل ازاي؟ يبقى شكله حلو قوي. هوا وخضرة بقى بس مفيش وجه حسن. يلا ما علينا، المهم خلصت اهو يا ولاد زي ما انتم شايفين. روحت بقى اعمل الجريمة بتاعة البيت، شغل البيت بقى والحوارات اللي انتوا عارفينها دي كلها. الجبنة كانت خلاص بقت تمام اهي، قطعتها زي ما انتم شايفين. يا سلام عليا وعلى ايديا وعلى شغل ايديا، ما شاء الله الله اكبر. الجبنة طالعة زي الفل، ماسكة نفسها وفي نفس الوقت طرية و... وطعمها زي العسل. شايفين يا ولاد؟ على فكرة والله انا ما كنتش فلاحة ولا كنت اعرف حاجة عن الفلاحة ولا على الجبنة ولا على الحوارات دي كلها. بس طبعا لما اتجوزت بقى وجوزي بيعمل كده، فاتأقلمت بقى على عشت يعني زي ما هم عايشين، بيعملوا جبنة نعمل، بيروحوا المواشي نروح، بنروح الغيط نروح. اتأقلمت بقى، اتأقلمت لان خلاص هي دي عيشتي بقى وهي دي حياتي ورزق ولادي برضو كده. ف الحمد لله، ولازم اتعلم برضو كل حاجة. يعني حتى لو انا مكنتش بعمل قبل كده في بيت ابويا او حاجة، إيه، فلازم ان انا طالما يعني اتجوزت في بيت بيعملوا اي حاجة ايا كانت هي ايه الشغلانة، مش شرط فلاحة يعني، لازم اتعلم وابقى زيهم يعني. المطبخ بقى كان يضرب يقلب، انا سايبالكوا كل يا اختي ما بعرفش اسجل اي فيديو في البيت ده. كل لما اجي اسجل فيديو يا ماما يا ماما، مش عارفه والله اعمل ايه. المهم يا ولاد زي ما قلت لكم، ديت كانت المطبخ زي ما هو هوت، يعني انا جايبه لكم اليوم من اوله لاخره بكل حاجه فيه. يعني اليوم زي ما انا قمت اشتغلت فيه هو والله. كان عندي مرطه زي ما انتم شايفين، المرطه ديت كنت عاملاها من الخض بتاع الزبده. تمام، يعني لما باجي اعمل زبده بيطلع منها خض كده. فبحطه على النار لحد ما يبقى مرطه زي ما انتم شايفين، بحط عليه ملح كمان. فانا عايزه اعمله مش بقى، فقمت عامله ايه، جايبه 2 كيلو لبن وحطيت فيه ملح وشطه عشان اعمله مش احط بقى على المرطه. بفضل انزل عليها واحده واحده كده لحد ما ايه ما تشرب اللبن ويبقى مش يعني. اهو حطيت شويه وبعد كده ايه هي هيغلى ويشرب شويه اللبن دول وارجع احط تاني. بيبقى مش حلو قوي يا ولاد، للي ما عندهاش مش خالص ممكن تعمل الطريقه دي يعني، لو عندك مرطه. انا بتكلم يعني لو حد عنده كده.
وفي نفس الوقت بوريكم يعني اليوم بتاعي كان ماشي ازاي، والشغل بيتي بيبقى عامل ازاي. انا بوريكم بس الحروف ديت عشان انا كنت مطية عليه النار. وزين جه ولع يعني، كان ولع النار شوية يعني، زود ايه يا ربي، يعني انا كنت موطياه هو على البوتاجاز. فالمهم الحمد لله ببص ورايا لقيت لحقتها يعني. بس هي الجناب بس كمان الجناب كانت فاضية وعالية كده. المهم هي ديت اللي لدعت شوية. المهم بقى كان عندي في التلاجة شوية جبنة كده من المرات اللي فاتت. رحت حطيت ملح على شطة برضو، وهقلب كده الجبنة في قلب الملح والشطة زي ما انتم شايفين. وهسيبها بقى تنزل ميتها خالص لحد ما بتنشف، وبعدين بحطها في المش. يعني مثلا ممكن اسيبها يوم، يوم ونص، على حسب ما تنشف خالص. يعني انت بتلاقيها كده محجرة معاكي، يعني ناشفة خالص، مبيبقاش فيها ولا نقطة مية. الملح بيسرد المية اللي فيها كلها، بينزل المية اللي فيها كلها. زي ما انتم شايفين كده. يعني انا مثلا كمان انا بعمل بقى جبنه كل كام يوم، فمش عايزه يبقى عندي بايت في التلاجة. فلا، بدل ما اسيبها بايته في التلاجة، انا عملت صبح اهو، اقوم واخده القديم اللي كان عندي في التلاجة واقوم حطاه في المش زي ما انتم شايفين، ويبقى عندي صابح بقى في التلاجة. والله بقى بعتها كلها الحمد لله خلاص. فاض عندي شويه اسيبهم في التلاجة ناكل منها برضو، مفيش مشكله. بس المشكله ان احنا في الصيام ما بناكلش منها كتير يعني. حتى الولاد ما بيحبوهاش في السحور غير على القشطة. وطبعا ما برضاش اكلهم بالقشطة عشان ما تتعبهمش، عشان احنا الصيام وكده. خلصت بقى زي ما انتم شايفين، وكنت في نفس الوقت خلصت المطبخ اهوت. الرخامة بقت قشطة. مسحت البوتاجاز ده بقى خلاص. الجبنة اللي انا هسيبها وده المش. طبعا انا هبقى اشيل الوش دوت بالمعلقة كده قبل ما احط المش. بس انا هوريكم اهوت المش بقى عامل من جوه ازاي. الاحمر ده كله شطة، ده الشطة اللي انا حطاها كلها. ده ده كده المش اهو. هسيبه بقى يبرد خالص براحته. يعني كده خلاص مش محتاجة المطبخ في حاجة. خلصت اهوت كده. وطبعا روقت بقى القطين اللي تحت بتوع حماية وكده خلاص. ورحت بقى السوق يا ولاد. كان عندي، كنت خلصت شطبت الحاجة اللي انا جايباها من اول رمضان. رحت جبت طلبات اللي انا عايزاها. جبت البطاطس ديت كيلو وربع ب10. الفلفل ب20. جبت نص كيلو بس. منها توفير، ومنها الحاجة ما تبصش يعني مش تبص في التلاجة. طبعا مش بنقلي ولا حاجة في رمضان. الموز بكيلو وربع ب10. اناناس ب10. طماطم كيلو ونص ب10. طماطم والله زي الفل حلو قوي. وجبت كمان طماطم مستوية عشان كنت اما هعمل طبيخ وهعمل مكرونة في وقت تاني. يعني انا لما جيت اروح اجيب الطلبات، جبت كمان بتنجان عشان يوم اما اعمل مسقعة. جبت لحمة عشان المكرونة. اللحمة يا ولاد المستوردة ب200 جنيه، متخيلين؟ مستوردة بس ب200 جنيه. خلصت وارتحت. الظهر اداني، صليت الظهر ارتحت شوية. جيت بقى يعني قبل العصر بحاجة بسيطة او اول عصر. يعني انا كنت طلعت الحاجة دي عشان احضر حاجتي، وبعدين العصر اداني رحت صليت العصر الاول. اللحمة دي يا ولاد بلدي، كانت عندي لحمة بلدي. حماية كان جايب لنا، كان يعني آه، مشترك مع ناس كده يعني، يعني كام حد، مثلا 10 12 شخص مشتركين، وجايبين يعني لا مؤاخذة عجل مثلا او حاجة، وذبحنا. فبيطلعوا بقى اللحمة، يشوفوا اللحمة كام كيلو، ويتقسموا مثلا على 10، على 10 اشخاص اللي هم مشتركين فيه. حماية طبعا كان مشترك. طلع لي مثلا نقول له مش عارفة كام كيلو الصراحة، بس طلع لي يعني الحمد لله. هما دبسوني، وانا كنت زعلانه ان هما دبسوني في الموضوع ده، بس انا قلت مش مشكله، الحمد لله بقى عندي خير. وهيكفيني لحد العيد. طبعا لو ما كانش حماية عمل الحركه دي، ما كناش جبنا اللحمه دي اصلا خالص. ده ب250 و260 يعني، كنتش افكر اجيبها اصلا. قسمت اللحمه على حاجتين. هعمل بشوربه، وهعمل بسله. بشوربة عشان اللي مش عايز ياكل بسلة، وبسلة عشان اللي مش عايز ياكل شوربة. تمام. فالمهم بحط اللحمة تتشوح كده زي ما انتوا شايفين، وبحط عليها لورا، بصل، فلفل اسود،
ايه تاني، مش عارفه يا رب انا حطيت ايه، طماطم صغيره. وكمان جبت اللحمه اللي هي حاسه ان هي فيها شويه دهن كده، حطيتها للطبيخ. الطبيخ بالطريقه دي او البسله بتاعتي عامه يعني بالطريقه دي حلوه قوي يا ولاد. زي ما انتم شايفين كده انا بشوح اللحمه الاول، بتنزل كل الدهن بتاعها. بكون فرمه بصل او مخرطه بصل زي ما تحبي يعني، وتقوم حطاه زي ما انتم شايفين كده. وبعدين ببقى طبعا عامله فصين توم مهروسين، واقوم حاطه عليهم شويه فلفل اسود وورق لورا، واحط ده على ده. يعني بعد ما اخد البصله تشويحه، بقوم نازله بالفلفل الاسود عليه توم. الريحه مش هقول لكم، انتوا جربي كده وشوفي الريحه عامله ازاي. قسما بالله تحفه حاجه يعني. انا كنت صايمه وكنت هموت من الريحه. بس طبعا احنا الحمد لله احنا بناخد ثواب على الوقفه ديت وعلى شم الاكل وتعبنا كده في المطبخ. يا رب بس يبقى يتمر فيهم في الرجاله عامه يعني، عشان بيقعدوا يقولوا انت بتعملي ايه، هو انت يعني ده حبه الفطار اللي بتعمليهم؟ شوفي يا ولاد حبه الفطار اهو، ده يومي اهوت من الاول، من ساعه ما صحيت لحد المغرب. ده في كمان بعد المغرب بس انا ما صورتلكوش. إيه طبعا عارفين ان انا لازم بطاطس الشيبسي جنب الاكل، فانا بقطعها اهو زي ما انتم شايفين. المبشره دي قصيره قوي يا ولاد، مع انها مكسوره بس من ايام جوازي يعني بقالها 12 13. زياد عنده كام سنه؟ متهيألي بقالها 13 سنه. إيه معايا دي بتاعت جوازي. يعني شوفوا وقعت واتدغدغت واتكسرت، بس بتطلع البطاطسايه رقيقه خالص. رقيقه رفيعه رقيقه برضو سمكها رقيق كده. تبلت حطيت ميه دافيه وخل وشويه ملح، وحطيت المرة دي توابل الفراخ اللي انا بحطها على التوابل الفراخ عاديه. خلاص الشوربه دي بتاعت الشوربه، شوحت اللحمه اهيت بتوابلها بالورق اللورا بالحبهان بالمستكه. و... وسبتها تتحمر، سبتها تحمر ايه، سبتها يعني إيه، اتشوحت وقمت نازله عليها بالميه السخنه. اهم حاجه الميه السخنه عشان تستوي معاكي بسرعه. التقليه كمان كانت خلاص خلصت. بما ان بقى هتحطي لحمه في التقليه، كل ما التقليه تسبك زوديها شويه كوبايه ميه سخن. كل ما التقليه تسبك زوديها كوبايه ميه سخن. هتضغطي على حته اللحمه، لقيتي اللحمه خلاص دخلت في السوا وبتستوي معاكي، حطي البسله. عبال كمان ما البسله تستوي هتبقى اللحمه ده بتدوب، وهتبقى زي الفل وطعمها بصوا فوق الممتاز. وهتبقى محلية البسلة كمان ومخليها مسكرة وزي الفل. هنا برضو كانت اللحمة دخلت في السوا، حطيت لها الملح. ما بحطش الملح معاها عشان عشان الطبيخ، عشان ايه مش عارفة بغلط في الكلام ليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. عشان اللحمة تبقى مستوية. هدس الرز بقى، انتوا خلاص عارفين ان انا بعمل ايه في الرز. بحط ملح، بحط معلقة قشطة، بحط شوية زيت واللبن. طبعا مفيش عندك قشطة مفيش مشكلة، انا بحط زيت وسمنة بس في الايام العادية اللي مبيبقاش عندي فيها ولا قشطة ولا زبدة ولا اي حاجة. لازم اضغطها بايدي زي ما انتم شايفين كده عشان القشطة تتوزع في اللحوق كله يعني. انا بحب لما ادس يعني حاجة كبيرة شوية، عشان زي ما قلت لكم قبل كده ما اضمنش مين اللي جاي ولا حد من الولاد فوق هينزل او حاجة. فلازم يبقى عندي يعني عاملة الاكل بزيادة. والله فضل تاني يوم بقى مفيش مشكلة برضو، مفيش حاجة تترمي. بس طبعا يعني حتى اللحوقي اللي انا بعمله بيبقى اصغر من اللحوقي اللي هو بتاع الفطار. يعني في الايام العادية اما احنا بنعمل لحوقي، انا بعمل اللحوقي الكبير عشان مثلا غدا وعشاء، وعشان برضو طب عليا حد جه مش عارفة ايه، يبقى انا ايه واخدة وراحي كده ومعايا حاجتي الحمد لله تحت ايدي. انما في الصيام بعمل اللحوقي اللي اقل من الكبير، عشان برضو ما يفضلش مدة طويلة. بس كده هو الرز المعمر، شوية زيت على ملح على لبن والرز. ولو عندك معلقة قشطة يبقى زي الفل، وبيبقى طعمه تحفة والريحة جميلة وجايبة لآخر الشارع. مش آخر الشارع قوي يعني عشان ايه ما نفشرش على الناس. شايفين بقى انا يعني ايدي في كذا حاجة. رحت حطيت الرز في الفرن والاكل على البوتاجاز، بعمل العصاير كذا حاجة، ايدي في كذا حاجة مع بعضها. مش مثلا اقول لا ده انا مش انا هعمل ايه قبل ايه. شوف انا جيت احط السكر لقيت سكر بودرة، يا دي الوكس.
شايفين لقيته سكر بودرة، يعني اللي انا كنت جايباه عشان الكنافة او الحلويات وكده. ايه ده، انا جيت انزل السكر لقيت السكر ما بينزلش، ايه ده، افتكرت لقيته بودرة اصلا. السكر ده برضو حلو قوي، بس للاسف يعني في رمضان يا ولاد انا تقريبا لسه لي كيستين وابقى خلصت شوكولاته سكر 10 كيلو. اه والله. يعني احنا الكيس ده بيجي كده في اليوم بيخلص عصاير، لو في حلويات إيه، وتلاقيه بس كده خلص، خلاص مش ما فيش تاني. هعمل كمان عصير مانجا اهو، نصه في التمر ونصه في المانجا، لو في شوية حلويات وتلاقي الكيس خلص. بس الحمد لله الحمد لله، رمضان بيجي بخير والله العظيم. إيه، فيش حاجة يعني تحس ان انت تقولي رمضان ده عايز حاجات كتير وعايز مصاريف كتير، بس بتلاقي الدنيا متيسرة معاكي الحمد لله يعني. اعمل عصير المانجا، انا بخزن المانجا بقشرها. انا بس بحطها في الفريزر ثانية صغيرين، يعني مثلا ساعة، واقوم مطلعاها غسلاها، او اغسلها قبل ما احطها في الفريزر، واقوم مقشراها كده، وهي النوايا بس اللي برميها. بس كده بقوم جايبه بقى الكيسه من الفريزر على طول على الخلاط، ما بستناش تفك ولا استنى، ولا اقشرها بمقشره، ولا اسيبها سليمه ولا اي حاجه. اللي انا اسيبها سليمه، سايبه مثلا 3 4، عشان قلت لو عوزت مثلا اعمل كنافه بالمانجا، اعمل حاجه تبقى انا عندي كام واحده سليمه. اصفيها زي ما انتم شايفين اهوت، وتبقى طعمها زي الفل. القشر كمان بيحميها ولاده، هتخلي لما تيجي تعملي المانجا بقشرها كده في الايام اللي هي مفيهاش مانجا اصلا، بتحس بريحه جايبه اخر الدنيا. كان عندي ببص بقى لقيت الفاكهه اللي انا كنت جايباها من اول رمضان يعني هتبوظ، وما عادش الا واحدتين. قلت لا، انا اعمل لهم بقى بما ان في مانجا، اعمل لهم بتاعه كوكتيل جنبي كده، وانا شغاله بما ان في مانجا. وبرضه عشان الحاجه ما تبصي برضه خساره، لا هم ياكلوها يعني. حتى الكويايه ديت كانت اخر واحده، وكانت مستويه. بس لا مستويه انا ارميها ولا ايه؟ لا طبعا مفيش حاجه تترمى، ما عادش ايامه، ما عادش ايام ان احنا نرمي حاجه. اي حاجه عندك امسكي فيها وثبتي فيها واعمليها اي حاجه، اخترعي كده. دي كمان كانت تفاحية برضو، يلا. والموزتين، موزتين 3 كده، قلت ده هيبوظوا. وديت من قشر المانجا، من المانجا قصدي يعني. حطيت برضو زي ما انتم شايفين كده، وبحبوها ياكلوها يعني. بدل ما كنت اعملها قطع، قلت بدل ما اجيب واحدة جديدة لسه اعملها، لا انا اخد حتة من اللي انا اعملها عصير، وبرضو يعني حاجة تمشي. هو انت هتقولوا لي بقى تمر بحلويات وانت عندك مش عارفة اي حاجة تمشي الفاكهة يا ولاد، عشان مفيش حاجة تبوظ يعني. سبت الفاكهة وسبت الخضار وعملت العصاير وعملت كل ده، وقمت جاية اشوف الرز خلاص شكل اهو. شكل يعني شرب باللبن وخلاص بقى، هو عايز يتشمع وخلاص. بحط بقى عليه بسيح السمنة والزبدة زي ما انتم شايفين كده. انا ما حطيتش فيه دهان خالص غير نقطتين زيت، عشان الوش اللي انتم شايفينه ده. بس بعد كده يعني بشوفه استوى ولا لا، واحط المعلقه فيه كده زي ما انتم شايفين، وبفتحه برضو عشان لما احط الزيت واحط الدهان يدخل في الرز كله، يبقى الدهان في كل مكان في الرز. زي ما انتم شايفين اهو. بجربه بالمعلقه واشوفه مستوي ولا لا، اشوف الارضيه بتاعته عامله ايه، من كل حته، من هنا ومن هنا ومن هنا. تمام. ومن النص كمان خلاص استوى ومش محتاج حاجه، خلاص اقوم حاطه الدهان. ساعات بلاقي مثلا في حته طريه شويه، اقوم مزودها شويه ميه صغيرين زي ما انا بزود الدهان كده. ان انا مش هضحك عليكم اقول لكم بيجي بيطلع على طول ظبط الظبط. لا ساعات مثلا تبقى النار واطيه من حته، مثلا اللحوقي نفسه ما كانش مظبوط، مثلا حطيت حاجه تحت اللحوقي في حته طلعت عاليه وحته طلعت واطيه. ممكن ساعات في مرة من المرات مثلا يطلع حتة كده من الجناب مش مستوية، اموت يعني اقول لا، حط شوية مية وسيبيه يتردد في الفرن، وهتيجي تاكليه تلاقيه مستوي زي الفل. خلصت الرز، جيت على بطاطس الشيبسي. كل ده كان خلاص القرآن اشتغل بقى. طلعت بطاطس الشيبسي اهو كده خلاص، يعني القرآن المفروض شغال. وديت البطاطس كانت المفروض اخر حاجة تتعمل خالص.
بعد كده حطيت الاكل. ده سفرتنا النهارده يا ولاد. يا رب اكون ما طولتش عليكم، يا رب يكون الفيديو النهارده فاتكم بحاجه ولو بسيطه. وما تكسلوش يا ولاد. شوفوا يعني انا اشتغلت شغل قد ايه، والله العظيم في حاجات كتير ما صورتهاش. بس يلا، يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، وجربوا البسله بالطريقه ديت هتعجبكم قوي. ويا ريت تعملوا لي تعليق، الناس الحلوه الجميله اللي بتعملي تعليق وبتشجعني، بشكركم وربنا يخليكم ليا. ما تنسونيش في تعليق يا ولاد، ومع الف سلامه.